وليه تعملي كل يوم سندوتشات في اللانش بوكس للولاد وهما نازلين لما ممكن تعمليها مرة واحدة بس وتشيليها في الفريزر؟ تعالي بقى النهاردة اقولك ودعي الفينو ودعي السندوتشات واعملي لهم احلى واطعم مخبوزات طعمها حلو جدا، سهلة وخفيفة وكمان الطعم حكاية. ومش بس كده، لا ده الحشوة كمان جواها، يعني مش هتتعبي نفسك ولا تصحي بدري ولا اي حاجة. كل الحكاية اللي انت هتمشي ورايا خطوة خطوة في المقادير وطريقة التحضير، وهتلاقي عندك احلى واطعم سندوتشات طعمها حلو جدا. يا دوب انتي هتطلعيها من الفريزر تبرد شوية وتحطها لهم جوه اللانش بوكس. لا ومش بس كده، ده الحشوة كمان اقتصادية جدا جدا. حشوة ايه الاقتصادية دي؟ انتي حاطة لانشون وحاجات كتير. تعالي بس وانا اقولك على السر. اول حاجة هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام. معايا كوباية من شرش الجبنة، وشرش الجبنة ده اللي احنا عملناه من يومين، جبنة البيضة في البيت عملتها معاكم. وده الشرش اللي طلع هرميه؟ لا انا قلت لكم هعمل منه شويه مخبوزات. حطيت كوبايه، حطيت معلقه من الخميره، معلقتين من السكر، ودوبتهم مع بعض كويس جدا. نزلت بربع كوبايه من الزيت ومعلقه كبيره من الخل الابيض، وقلبت الكلام ده مع بعضه كويس جدا. اتاكدت ان السكر داب معايا تماما. هنزل بقى هنا ب3 كوبايات من الدقيق، رشة ملح حلوة كده عشان تطعم المخبوزات بتاعتنا وتخليها خطيرة. لو انت هتعمليها حلو، قللي الملح شويه. تمام كده، تمام. هنعجن بقى كويس جدا لحد ما العجينه بتاعتي تتلم ويبقى الملمس بتاعها ناعم خالص. طب يا هبه انا مش عندي شرش زي اللي انت عملتي فيه، ينفع استبدله بحاجه تانية؟ ايوه طبعا ينفع. هنستبدله بايه؟ هنستبدله بكوبايه من الحليب، كوبايه من الميه، على حسب اللي موجود عندنا. تمام كده، تمام. هنا انا استخدمت نص كوباية كمان من الدقيق، يعني المجموع كله بتاع الدقيق 3 كوبايات ونص. ودي العجينة بتاعتي خلاص كده، بقت عجينة طرية لينة بتلزق في الايد بسيط، ودوت المطلوب عشان في النهاية تديني نتيجة كويسة. هبخ عليها بخة زيت بسيطة كده، واغطيها واسيبها بقى تخمر قد ممكن نقول نص ساعة، على حسب بقى درجة حرارة المطبخ عندك. انا بصراحة ما كملتش معايا 20 دقيقة وكانت خمرت معايا وبقت خطيرة. تعالي بقى نحضر مع بعض الحشوة، والحشوة دي ترجع لك انتي، اللي موجود عندك في التلاجة حطيه. انا كنت عاملة معاكم لانشون من حوالي يومين كده، لانشون صحي بطريقة كويسة جدا، وطبعا الطعم بتاعه حلو جدا. فاخدت منه جزء بسيط كده، قطعته مكعبات. حتى كمان الجبنة الدبل الكريم ديت انا اللي عاملاها في البيت، قطعت عليها زيتون وفلفل رومي. طبعا الحشوة ترجع لك انتي، ممكن تشيلي ممكن تحطي براحتك خالص. تقدري تحطي اي حاجة تخطر على بالك. شوفي الولاد عندك بيحبوا ايه واعملي لهم الحشوة اللي هم عايزينها. طبعا لو عايزة طريقة اللانشون او الجبنة بطريقة صحية واقتصادية قوليلي في الكومنتات وهنزلها لك. قلبت الحشوة كلها مع بعضيها وكده بقت معايا جاهزة. نرجع تاني ونشوف العجينة نلاقيها خمرت معانا. هبدأ بقى اللي انا اشكلها. انا عايزة التشكيل بتاعها تكون الكورة حجمها كبير شوي، بحيث لو العيل ياخد واحدة بس تقضيه، زي مثلا الباتيه بتاع الشركات، بتبقى الواحدة قد اللي انا هعملها معاكي دلوقتي. طبعا لو حابة تقلليها براحتك خالص. انا هنا قسمت العجينة بتاعتي بالشكل ده. بعد ما قسمتها هبدأ بقى ان انا اكورها كده واقفلها كويس جدا. هخلص الكمية كلها واغطيها بكيس بلاستيك علشان خاطر بس ما ايه الوش بتاعها ما ينشفش. واخد اول واحدة ابتديت بيها، وركزي بقى في الايه، في التشكيل. هبدأ بقى ان انا افردها بالنشابة بالشكل دوت. عايزة اعملها شكل مستطيل. حاول على قد ما اقدر كده. طبعا العجينه معجونه كويس، مرتاحه، خمرت كويس، فهتتشكل معاكي بطريقه حلوه قوي. كده خلاص فردتها بالشكل دوت، ودوت المطلوب. بس اهم حاجه ما ترققهاش قوي. هجيب بقى معايا كده سكينه. انا بحاول ان انا احطها لك قدام الكاميرا عشان تشوفيها. بحرف السكينه كده واعمل خطوط، بس الخطوط ديت مش مفتوحه للنهايه، لا بصي زي ما انت شايفاها كده. هجيب بقى الحشوه. نقدر كمان المخبوزات بتاعتنا ديت نعملها حلو، بتبقى خطيرة. عملنا المربى، عملنا كمان النوتيلا، نقدر نحشيها مربى او نوتيلا، بتبقى برضو طعمها حلو قوي. نقدر نعمل الكمية اللي احنا عايزينها. انت عارفة لو عملتي كيلو دقيق هيقعد معاكي فترة طويلة في الفريزر، وتخرجي لي الولاد بيبقى خطير. هعمل واحدة تانية معاكي بالشكل دوت كده. طبعا الحشوة تقدري تضيفي جبنة رومي، جبنة موتزاريلا، زي ما انت عايزة. انا فضلت الحاجات تبقى اللي هي موجودة عندي اعملها للولاد.
طبعا انا بحفظها في الفريزر وبخرجها بقى مثلا ايه من بالليل او بعد صلاة الفجر، بحيث الولاد عقبال ما يجوا ينزلوا للمدرسة تكون بردت معايا، وممكن ادخلها الميكروويف على حسب ما انا عايزة. سبتها بقى في الصاج خمرت معايا لمدة 10 دقايق، وده كان شكلها. هدهن وشها بلبن بس، مش هحط عليه اي اضافات خالص. نقدر نستبدل اللبن بالبيض، بس انا حاسة ان اللبن احلى واداها شكل احلى في النهاية ولون حلو قوي. دهنتها بقى باللبن بالشكل دوت كده، واحط على وشها شوية سمسم. نقدر ما نحطش على وشها اي حاجة خالص، نقدر نحط شوية زعتر، حبة البركة المتوفر عندنا يعني اللي احنا بنحبه. هدخلها بقى الفرن، ويكون الفرن سخن قبليها ب5 دقايق على الرف الوسطاني درجة حرارة 180، وما تشغليش الشواية. هي هتتحمر لوحديها زي ما انت شايفة كده، بسم الله ما شاء الله. اول ما تخرج من الفرن تخرجيها، تبخيها بخة مية وتغطيها بفوطة نظيفة. بس كده لمدة 3 4 دقايق، وهتاكلي وتدوقي احلى مخبوزات طعمها خطير. والحشوة جبارة، اللانشون معمول في البيت بطريقة اقتصادية وصحية، والطعم حلو قوي هيعجب الولاد. حتى كمان الجبنة الدبل الكريم. بحبكم جدا وشكرا جدا ليكم.